طيب، زي ما كنا اتكلمنا في الجزئية دي، هو كده كده البتاع مفتوح عشان أي حد هيدخل. والجزئية اللي هنتكلم منها النهاردة يعني نقدر نقول إن هي حاجة على المدى البعيد أكتر من إن هي على المدى القريب. تمام، تهم جدا جدا كتاب المحتوى، وتهم جدا كذلك الاي سي او، تهم الجميع تقريبا. تمام، انا جبت مثال بتنسيق الحدائق، وعلى فكره الامثله اللي هنتكلم فيها النهارده تشمل تشمل مجال العقارات، تشمل مجال الخدمات، مثلا التنظيف، ما اعرفش ايه، تشمل مجال تنسيق الحدائق بما ان حد عرفه من كام يوم كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده، فتشمل المجال ده برضو. تشمل كل مجال بيدور حول نفس الشيء، تشمل مجال المحاماه. تمام، كل حاجه هناخدها دلوقتي بالتفصيل. طيب الاول كده هنعدي على مقدمه سريعه عشان نفهم الموضوع ده. تمام، وهناخد كام نقطه مهمين، وهنصحح بعض المعتقدات القديمه، وهنصحح جزئيه التوبيكال اوثورتي اللي هو فعليا تقريبا اكتر حاجه بشوفها متكرره كل ما افتح لينكد ان او فيسبوك تقريبا، وكله بيقول لك التوبيكال اعمل 1 2 3، بس فعليا التوبيكال اثورتي دي كارثه اذا اسأت استغلالها. يعني هي سلاح ذو حدين ومضر اكتر من ما هو مفيد. يعني انا فعليا تقريبا نص المشاريع اللي بمسكها بلاقيها فيها مشاكل بسبب شغل التوبيكال اثورتي اللي معمول. فالتوبيكال اثورتي ده حوار كبير، مش الموضوع امسك شويه مواضيع غطيهم وخلاص كده. اذا عملت كده فانت بتضر موقعك. لازم تخلي بالك من كام نقطه، هتعرف ان بعدين توبيكال اثورتي بتطلعك في الاول وبتوقعك بعدين. تمام، اذا عملتها غلط. تمام، عشان كده توبيكال اثورتي الكل تقريبا لحد دلوقتي ما شفتش حرفيا والله ولا واحد بيعملها بالظبط يعني. تمام، وهناخد كام نقطه بعد كده هنخش على تشريح الخوارزميه اللي بتتعامل مع الموضوع ده، لان احنا زي ما متعودين بنتكلم في اكتر من نطاق. النطاق الاول بيكون المبدأ العام وإزاي نستغله في شغلنا، وحاجات باشاركها أنا من تجربة، لأن أنا مش باحب يعني أنقل الحاجة إلا إذا كنت أنا مجربها عشان توثيقًا ليها وتكون أدق يعني. تمام، وفي الآخر خالص هناخد ملخص سريع للناس اللي مش بتحب الرغي الكتير يعني. تمام، بس الأغلب يعني بيقعدوا للآخر يعني. تمام، ده ملخص سريع للنقاط أو حل المشكلة باختصار. بس في المعتاد حل المشكلة ممكن يتلخص في 5 دقايق، بس الفكرة إن إحنا نعرف الحاجة ليه بتكون كده زي ما إحنا متعودين. تمام، طيب المهم دلوقتي باختصار شديد لازم نفهم إحنا ليه هناخد الموضوع من أوله، لأن زي ما كنا بنكرر في أكتر من سيشن قبل كده، إن كل خوارزمية بتتبنى على خوارزمية تانية. تمام، وعندنا كذلك برضو كلها ماشيه بمبدا الاقتباس العلمي، بمعنى كل الشركات وكل الاختراعات اللي احنا بنشوفها في العالم دلوقتي ليها اساس، الاساس ده بيتبنى عليه الاختراعات اللي بعدها. زي ما بنشوف كده الادويه، بتلاقي الدواء بيطلع بيتم تطويره لدواء تاني وتالت ورابع وهكذا الى ما لا نهايه. فالموضوع كذلك يشمل الاختراعات. فاحنا لما نرجع اللي هو بيسموها المصدر او المنبع بتاع الجزئيه دي، فاحنا كده وصلنا او حطينا ايدنا على الحاجه اللي بتسبب عندنا رد فعل بنعرفه لاحقا. تمام، وبالنسبه للجزء اللي احنا بنتكلم فيه النهارده تحديدا، فهو ماشي بمبدا اسمه دوكيومنت سكور. طبعا هنعرف المصطلح ده قدام وليه بنتكلم فيه. طيب هنتكلم دلوقتي عن كام نقطة أساسية عن الاختلاف ما بين العرب وما بين الأجانب، وليه ده بيحصل. أكتر ناس ممكن يكونوا بيواجهوا المشكلة اللي أنا هتكلم عليها النهاردة دي بالتحديد، هم الأشخاص اللي بيشتغلوا على موقع وقعدوا مع الموقع ده فترة كبيرة. اغلب الاشخاص اللي بيجربوا كده هيلاحظ ان مثلا بعد سنه او سنتين او 3 سنين مثلا الموقع اللي معاه حصل فيه دروب، بالاخص اذا كان موقعه او الشركه اللي هو شغال فيها بتدور حول مجال واحد. وده بيفسر يعني الاغلب دلوقتي لو حد مثلا يشاركنا في التعليقات برضو بما ان كلنا موجودين مع بعض، ممكن لو حد يشارك هتلاحظ دايما ان كل مجالات الخدمات، المحاماه، العقارات، التنظيف، اللي احنا في الحدائق، كلهم بيعملوا بدل الموقع 2 و3. الموقع بيطلع يطلع يطلع فجأة يضرب ينزل يروح نازل. تعمل موقع جديد بيطلع 10 على 10 وفجأة بينزل. طب محدش سأل نفسه ليه النزول ده لازم يحصل؟ فبعد تحليل كتير من مجال للتاني للتالت وصلنا للسبب الأخير. وكذلك برضو أنا في المعتاد بحب أوصل يعني أسأل ناس أنا عارف إن هم بقى لهم فترة كبيرة وناس أكتر مني خبرة، عشان بنتشارك مع بعض الصورة الكاملة يعني. تمام، فلحد ما توصلت للموضوع اللي أنا بشاركه معاكم، والحمد لله الموضوع ده من تجارب من كذا سنة سابقة وناجح جدا يعني. تمام، طيب ايه الاختلاف ما بين المحتوى الخدمات عندنا وعند الاجانب؟ دلوقتي باختصار شديد عند الاجانب صفحه الخدمه دي بتكون عباره عن صفحه فيها خدمه وشكرا. تمام، بتلاحظ مثلا ان لو دخلت على موقع اجنبي بيتكلم عن تنسيق حدائق، هتلاحظ ان الموقع ده بالكامل كاتب مثلا مقال او اتنين او تلاته او منتج او اتنين او تلاته او خدمه بيقدمهم وشكرا كده. تمام، عندنا احنا كعرب لا، احنا عندنا بقى شيء تاني خالص اللي هو عباره عن ايه. بروح انا موقعي كله عباره عن تنسيق حدائق، شركه تنسيق حدائق، آم، تنسيق حدائق فيلل. رغم ان كلمه تنسيق حدائق انا ممكن اغطي فيها دول كلهم، بس احنا عندنا كله بياخد الكلام ده كله بيروح بيشتغل عليه. ده بينجح في الاول. تمام، الموقع بيطلع بكل الكلمات دي في الاول، فجاه هتلاقي جوجل بدات تخفي الكلمات دي وتطلع غيرها. تمام، ده تصور. تمام، الحاجه اللي بعد كده
عندنا كذلك برضو ان الموضوع ده بيسبب ان ايه باختصار شديد، دلوقتي جوجل او في العاده اي شركه عامه يعني اللغه العربيه بالنسبه لهم مش واضحه بالشكل الكافي، فبيعتبروا ان محتوى المواقع بتاعتنا بالكامل مكرر. بمعنى او ازاي هنحل المشكله، على فكره حل المشكله بيكون في حاجه اسمها ام سي واس سي، هنتكلم عنها قدام وكنا شرحناها قبل كده بس عشان ما نسبقش الاحداث يعني. دلوقتي انت عندك هنا تنسيق حدائق او شغال في مجال بيدور حول نفس الشيء، مثلا افضل محامي في الرياض وافضل محامي في الدمام، بما اني ماسك موقع محاماه دي حاجه انا بوقع فيها فعليا وانا بكلمكم دلوقتي. تمام، فاللي بيحصل باختصار شديد ايه دلوقتي، انت بتتكلم عن المحامي في الدمام ومحامي في الرياض ومحامي مثلا في الطائف كمثال يعني. تمام، كلهم حرفيا كل محتوى الثلاث مقالات دول بالنسبه لنا احنا هم ثلاثه كي وورد، وبالنسبه للسرب ده هتلاحظ ان طالع لك كل سرب مختلف عن الثاني. تمام، فاحنا عاوزين نشتغل عليهم الثلاثه، فبنشتغل عليهم الثلاثه، لازم هتلاقيهم ممكن تطلع بيهم الثلاثه وممكن بعد فتره واحده بس تكمل والباقي كله يختفي. تمام، اللي بيحصل باختصار بيكون لان المضمون اللي موجود جوه ان انت بتتكلم عن مميزاتك، الخدمات اللي بتقدمها، ليه انت مثلا افضل شركه محاماه، ليه كذا وليه كذا وليه كذا. تمام، ده كذلك يشمل مجال تنسيق الحدائق، حد صديق ليا شغال عليه برضو، ويشمل مجالات تنظيف ومجالات نقل العفش، المجالات دي كلها والعقارات كذلك والحاجات دي كلها. انت بتلف تقريبا في كل حاجه وبترجع حول نفس المضمون وحول نفس الخدمه اللي انت بتقدمها. تمام، فده غلط. تمام، حله طبعا هنتكلم عليه قدام. تمام، نرجع تاني للجزئيه اللي بعد كده، ده اختلاف جوهري ما بيننا وما بين الاجانب. عندك في الاجانب مش بتلاحظ الكلام ده خالص، الاجنبي مثلا او المحتوى الاجنبي عامه يعني بتلاحظ ان هو طالع في توبك معينه وبيكمل فيها، ما بيتفرعش. طبعا انا بستثني الهنود والباكستان لان هم اكتر ناس بيعكوا في الموضوع ده، انا بتكلم على امريكا بالتحديد لان الدنيا عندهم شد شويه في الحوار ده. تمام، فنيجي هنا لموضوع التوبيكال اثورتي، وليه انا بقول التوبيكال اثورتي ده كارثه وانا لما يعني كل ما بشوف حاجه موجوده على السوشيال ميديا ببقى عاوز ارد، بس الوقت مش بيسع الواحد وهتدخل في حرب في التعليقات مع الشخص ده، فالواحد ايه مش وقتها. بس انا هوضح لكم ليه التوبيكال اثورتي اذا يعني بيتم تناقلها كمعلومه، والاغلب للاسف بياخد من النت وكده ويجرب بدون تجربه. تمام، بس فعليا التوبيكال اثورتي دي بعد فتره هي اللي هتوقعك، رغم انها اللي مطلعاك، بس التوبيكال اثورتي هتوقعك. التوبيكال اثورتي بالمفهوم الدارج، انا بتكلم بالمفهوم الدارج مش الصح. تمام، دلوقتي انت عندك هنا جوجل بتديك اثورتي في توبيك معين، توبيك مثلا تنسيق الحدائق كمثال مخل يعني. تمام، فانت بتروح عامل ايه، بتروح مغطي كل الكي ووردز اللي في نطاق تنسيق الحدائق، شركه تنسيق حدائق فيلل بالصور، شركات بمصر بالرياض منزليه 3 دي والكلام ده كله. ده مش غلط، تمام، انت بالفعل غطيتها، بس فعليا انت ما غطيتهاش، انت بالفعل قعدت تلف وتتكلم حول نفس المضمون، وحول ان انت في الاخر كخوارزميات سيرش انجن بالكامل، مش بتكلم على جوجل في المعتاد، احنا بنتكلم على كل السيرش انجن لان كلهم مهما كانوا مختلفين الا ان المنبع بتاعهم واحد. تمام، فدلوقتي انت قعدت تلف حوالين نفس المضمون، محتوى جميع التوبكس اللي انت بتتكلم فيهم بيلف حوالين نفس المضمون، ودي كارثه انا بشوفها مثلا ان بعض الاشخاص بشوفهم في بعض المواقع بيقول لك ايه مميزات شركه كذا كذا وبيثبتها في كل شغله. ده مش صح. تمام، بتلاحظ ان هو بيتكلم عن مثلا ازاي تتواصل معانا وبيثبتها بنفس الاسطمبه. ده مش صح، ده عشان هنعرف قدام ان كل كلمه بتاخد حاجه اسمها وورد اي دي وبتتسجل. عايز واحد اتاكد بس ان بتاع. تمام، تمام، كل كلمه بتاخد وورد اي دي وبتكمل معانا. تمام، فاللي هيحصل معانا باختصار شديد ان انت لما بتكون بتلف حوالين كل الكلمات دي وفجاه هتبدا تطلع، فجاه هتلاقي نفسك بدات تنزل، والمشكله ان هو بيكون نزول حاد. تمام، فالحل هنا بيكون بايه، ان انت وانت بتطلع بالموقع بتكون طالع وعارف انك هتكمل. على فكره ملحوظه مهمه، الاستراتيجي دي لما انت بتطلع بيها اذا ما كملتش بيها مثلا، او اذا مثلا شركه تانية غيرت الاسلوب او حد تاني غير الاسلوب، الموقع ده لازم هينزل، لازم اذا طلعت صح لازم تكمل صح، مجرد ما تخل التوازن ده انت لازم هتنزل. تمام، فايه الصح طيب في موضوع التوبيكال اثورتي، بما ان ما ينفعش نغطي الكلمات دي كلها، طبعا المنتشر انك خد التوبيك، خد الموضوع قصدي، وغطيه من كل النواحي. تمام، اللي هيحصل باختصار شديد ان احنا هنستغل حاجه اسمها ام سي واس سي، طبعا دي يعني ذكرناها قبل كده كتير جدا جدا في المرات السابقه. تمام، بس هنعدي عليها بالسريع. كام سي كمين كونتنت وكسكندري كونتنت اللي كنا بنتكلم فيهم، اللي هو التوبيك الجزء الاساسي اللي انت بتتكلم عليه اللي هو شركه تنسيق حدائق. انت هنا عاوز تستهدف الشخص اللي بيتكلم عن شركه التنسيق. تمام، فانت هتكلمه عن الشركه والكلام ده كله. عندك حاجه بقى اللي هو محتوى تكميلي. تمام، المحتوى التكميلي والمحتوى الاصلي، المحتوى الاصلي اللي بيجيب على السيرش كويري بشكل مباشر. المحتوى التكميلي هو المحتويات زي مثلا ايه، زي دول مثلا حدائق منزليه صغيره مثلا 3 دي، ده يعتبر تكميلي لتنسيق الحدائق، ده التوبيك العام ودي حاجه مكمله ليه، انا بدي امثله عشوائيه. تمام، فهنا عندك الاستغلال ده كله بيكون في الام سي والاس سي، ما ينفعش دايما تبقى كل مقالاتك عباره عن ايه، مميزات مثلا، عيوب، اسعار
الخدمه مثلا، مثلا سعر المتر للتنسيق اللي مثلا اللي انت بتتكلم عليه، مميزات شركتك، مواعيد شركتك. تمام. اذا عملت توبيكال اثورتي بالمضمون ده، او مثلا مش هنقول بالمضمون ده، هنقول مثلا انت شغال على موقع طبي، تمام، اخدت مثلا توبيك معينه بتتكلم مثلا عن الصداع، فقعدت تغطي كل الحاجات الخاصه بالصداع، تمام، ولكنك بتغطيها بنفس الاسلوب، تمام، رغم انك عملت توبيكال اثورتي الا ان ده هينعكس عليك وهيوقعك في الاخر. فالصح هنا بيكون في جزئيه الام سي والاس سي، هي اللي هتنجيك من موضوع التوبيكال اثورتي ومن الفخ اللي هيجيبك الارض. وللاسف ان الموقع ما وقعش معاك، هيقع مع حد تاني. فلازم دايما الاستراتيجي اللي طالع بيها موقع توبيكال اثورتي او موقع في مجال محدود، لازم الاستراتيجي تفضل مكمله. اول ما يتم الانزياح عنها الموقع ده لازم هيقع. تمام. وعلى فكره مش بتكلم على دي عامه، انا بتكلم كذلك على المواقع الكبيره اللي بقى لها سنين، المواقع دي كذلك برضو بتقع بنفس المضمون ده. تمام. هنيجي بعد كده على النقطه الحقيقيه اللي هو موضوع النمو والهبوط. تمام. قاعده ببساطه شديده، لو كان النمو اسرع فانت بتكون حساس للهبوط، فلازم تحافظ على النمو ده او تحافظ على الاستراتيجي دي اقوى. بمعنى انت بتطلع بمعدل 5% مثلا في الشهر كمثال يعني. تمام. الصعود ال 5% في الشهر ده بيخلي ان انت لما تنزل ممكن تنزل بالتدريج. ليه بتنزل بالتدريج؟ لان انت بالفعل طالع ببطء، فالخوارزميه بتقيمك ببطء، فلو حصل عندك هبوط هيحصل ببطء، على عكس الموقع اللي يبقى فجاه مثلا في الرسم البياني هنا فجاه وصل هنا. اللي بيحصل ده باختصار شديد ده مش غلط، اللي بيحصل ان انت بالفعل شغلك فوق الممتاز زي الفل، تمام، بس انت لما طلعت فوق ما كملتش على نفس الريتم عشان تحافظ على شغلك، تمام، او مثلا حد غيرك كمل شغل مثلا مش بنفس الاسلوب بتاعك، فانت هتلاحظ الدنيا بدات تنزل معاك جامد. تمام. ازاي بقى تحل الموضوع ده؟ لو انت حابب تفهم الام سي والاس سي هتلاقيها في سلسله تشريح محرك البحث اللي هي سلسله المقيمين، دي مستفيدين فيها قبل كده، بس ايه هنعدي على الموضوع ده في السريع. زي ما قلنا انت بتتكلم عن توبيك رئيسي وبتبدا تتفرع، تمام، بمعنى انا دلوقتي هدي مثال بقى واقعي اكتر شويه، بتتكلم عن تنسيق الحدائق، تمام، هتعمل مثلا مقال الفوكس كيورد التنسيق، بس مثلا بتتكلم عن مميزات شركتك وخدماتك مثلا وسعر المتر، تمام، هتيجي مثلا هتتكلم عن تصميم حدائق 3 دي، ما ينفعش هنا تتكلم عن مميزات شركتك واسعار شركتك والكلام ده كله، لا، انت لازم المحتوى التكميلي لازم يختلف عن الحاجات اللي موجوده عندك، تمام، مش معنى ان انت بتنسخ حاجه او بتعيد صياغه حاجه موجوده عندك ان ده يحق ليك، لا العكس، تمام. الخوارزميه اصلا على فكره عشان تعرفوا برضو ليه اصلا الخوارزميه بتكره المحتوى المكرر، لانها مبنيه عشان توفر من السيرفرات، يعني الموضوع على فكره فلوس بحت، تمام، هم بيقول لك جوده والكلام ده كله، الموضوع فلوس، تمام. ده برضو اللي خلى جوجل مؤخرا تقلل من حصه الزحف في اغلب المواقع، يعني لو متابعين الفتره اللي فاتت يعني. تمام. فنيجي هنا عندنا المحتوى التكميلي هتبدا تغيره من مقال للتاني للتالت، تمام، وفي بعض الحالات عادي تكرره، بمعنى مش معنى كده، اصل طبيعي انت كاي انسان لما تيجي تعمل 100 بلوج مثلا الافكار هتنفذ منك، ده شيء طبيعي وكلنا بنشوف الموضوع ده، الفكره بس ان انت بتنوع، واحد مثلا عن الشركه مثلا 5 مثلا تحط فيهم ازاي تواصل معانا، 5 مثلا عيوب، 5 ما اعرفش ايه، الفكره بس في التنويع، بس القاعده بس كلها هنا، تمام. هنعدي بقى الجزئيه دي، احنا كده كل ده زي نبذه وهنعدي عليها ايه، عدينا عليها في السريع، تمام. هنيجي بقى للجزئيه الاساسيه اللي انا كنت بتكلم فيها دلوقتي، هو موضوع التكلفه، تمام. باختصار ايه اللي بيحصل؟ السيرفرات اللي شغاله والبوتات اللي بتلف الويب والبيانات دي كلها، كل ده كله بيكلف الشركه ايا كانت الشركه، مش بتكلم على جوجل طبعا، بنتكلم على السيرش انجن بالكامل، تمام، ان هم بيبداوا يحللوا البيانات دي، تمام، فهم اذا كان حللوا بيانات وعملوا لها ليرنينج وكلفوه، اديكم مثال بسيط بشات جي بي تي، تمام، تكلفه تشغيله او تكلفه الماشين ليرنينج اللي بتعمله والله عشان ما افتيش بس في الرقم، بس هو مليارات، لو حد عمل سيرش هيعرف الرقم، رقم ضخم جدا، تمام، بس تكلفه ان هو بعد ما اتدرب على الداتا ويبدا يطلعها للمستخدمين اقل مئات الالاف من المرات من التكلفه وهو بيعمل ليرنينج في الاول، تمام. فالموضوع باختصار اي حد دارس خوارزميات هيعرف الموضوع ده، ان انت عندك تكلفه الليرنينج الاولاني ده بتكون تكلفته كبيره جدا على السيرفرات بتاعتك والكلام ده كله، على عكس لما انت تكون عملت ليرنينج واخدت الداتا ونظمتها وبسطتها، فلما المستخدم بيحتاج شيء بيكون انت منظمه وجايبه له، على عكس لما ممكن تديها بمثال بسيط، انت دخلت سوبر ماركت كل حاجه فيه سايحه على بعضها، قعدت تنظم، لو حد قال لك هات حاجه عمرك ما هتعرف تجيبها، فقعدت تنظم فيها في ارفف وفي كل مكان، وحطيت على كل رف مثلا A B C D وهكذا، فانت لما يجي لك حد طلب حاجه بحرف الايه زي الصيدليات كده بتكون عارف ان دي موجوده في الصف بتاع حرف الايه. ده ابسط مثال ممكن يوضح ليه الشركات بتعمل كده، على فكره ده برضو مبدا عمل فكر جزء من الخوارزميات يعني، تمام. عندنا بعد كده مضمون اساسي هو مصطلح المحتوى الممثل، اللي هو عباره عن ايه، لما بيتم اخذ المستندات وبيتم مقارنتها بيكون في محتوى اساسي بيتم المقارنه بيه، تمام. خلصنا كده النبذه التعريفيه، نبدا بقى نخش في النقاط الاساسيه اللي هنبدا نتكلم عليها يعني باذن الله، تمام. دلوقتي انت عندك السيستم الاساسي اللي مبني او اللي بيتعامل مع الموضوع ده،
تمام، مبني باختصار شديد بفكره واحده بس، ان هو بيبدا ياخد الداتا ويخزنها. زي ما قلنا من شويه، انت عندك ارفف، انت اخدت داتا عشوائيه من على الويب، وبعد ما اخدت الداتا دي بدات ترصها في صف، في الثاني، في الثالث، في الرابع، والكلام ده كله. تمام، فاصبح دلوقتي ان موجود عندك كميه من البيانات. كميه البيانات دي بتبدا انت تحلل بناء عليها. بمعنى، على فكره دي برضه هيلفت انتباهنا لحته في غايه الاهميه. آه، بعض الاشخاص مثلا بيحذف لينك. تمام، بعد ما بيحذف لينك بيقول لك طب انا ممكن استغل المحتوى القديم بتاعي ده و وانشره في موقع تاني. السؤال ده بيتكرر كتير على الجروب. ده غلط، جوجل ما بتحذفش اي حاجه من عندهم، كل البيانات اللي انت تتخيلها موجوده عندهم. تمام، فهيعرفوا ان انت بتجيلك، وده اصلا من مبدا عمل الخوارزميه اصلا. فمفيش حاجه اسمها ان انا كتبت فقره في موقع من المواقع واتمسحت، ولما بعمل سيرش عليها في جوجل مثلا بايا كان الصيغه بلاقيها مش دبليكيت، فانا كده تمام. لا، انت كده مش تمام، كل البيانات دي متخزنه. تمام. عندك الحاجه الثانيه، بيتم تقسيم المحتوى بناء على الاولويه. نوع المحتوى اللي بيتم الزحف ليه بشكل يومي، وده على فكره المحتوى العالي الجوده. لو انتم فاكرين مؤخرا كان في جون مولر كان بيرد على حد، كان بيقول ايه اكتر حاجه بتزود الفريكونسي بتاعه الزحف عندهم. كان بيقول لك ايه؟ المحتوى عالي الجوده. طب عمرك سالت ليه المحتوى عالي الجوده؟ التبرير بتاعه هو في المبدا العملي الاساسي. كل ما كان المحتوى عالي الجوده بيكون المحتوى ده بيعود ليه مصطلح ان هو ايه؟ المحتوى الممثل. المحتوى الممثل اللي هو المحتوى اللي بيتم التقييم بيه، اللي هو انت حرفيا يعني وكانك انت المثل الاعلى. زي ما بيقول لك ايه؟ ان انت بتقيم، لما تقيم اداء حد فبتقيمه بحد اعلى منه. فهي الفكره كلها هنا. تمام، فالمحتوى الاعلى او المحتوى الاقوى او المحتوى الافضل ايا كان المسمى بتاعه بيتم المقارنه بيه. تمام، فلما بيتم المقارنه بيه بتطلع بقى النتيجه في الاخر. عندنا بعد كده الجزئيه اللي بعدها اللي هو ايه؟ الفينجر برينت. طيب الموضوع ده عباره عن ايه باختصار شديد؟ اغلبكم دلوقتي هيلاحظ القصه دي. لو حد فتح مثلا شات جي بي تي عشان بس وقت الميتنج، ورحت صممت صوره، تمام، اديت له برومبت كده، عشان برضه اتابع في التعليقات. تمام، اديت له برومبت كده وقلت له صمم لي صوره كذا كذا، واخدت الصوره دي نزلتها على لينكد ان. على فكره لينكد ان بدا يدعم موضوع الفينجر برينت ده مؤخرا على فكره. حتى هتاخد بالك ايه؟ لينكد ان اللي دعم الفينجر برينت السنه دي. تمام، فعليا موضوع الكونتنت او الفوتو فينجر برينت ده من، عاوز اقول لك، من 20 30 سنه. تمام، الموضوع زي ما قلنا الخوارزميات كلها اقتباس من بعضها، مبنيه على بعضها، وبيتم التعديل عليها. تمام، فالمهم موضوع الفينجر برينت ده باختصار شديد عباره عن ايه؟ دلوقتي بيكون في زي بصمه، بتبسيط مخل، بصمه صباع لكل حاجه موجوده على الويب، سواء صور سواء محتوى اي اي. وده على فكره اللي بيتعرف بيه محتوى الاي اي لاغلب التولز، بس رغم انها مش دقيقه جدا بس بيفكروا في الموضوع ده. بيقول لك ايه؟ في فينجر برينت معينه، الكونتنت معين طلع من مكان معين فبيوصلوا له، وبيوصلوا له بحاجه ثانيه اسمها ال ام اس، ده قصه ثانيه. تمام، ولكن في المجمل الفينجر برينت بتاعه شات جي بي تي او طول الاي اي عامه مش محدده. لو بقت محدده هتلاقي طلع لك مواقع بتديتكت في الاي اي بكل سهوله، بس دلوقتي مفيش ليه؟ لان مفيش فينجر برينت طالعه. تمام، بس الفينجر برينت دي طلعت الصور. جرب بس، اي حد دلوقتي ممكن يجرب لاحقا نزل صوره، هتلاقي ظهر لك علامه مائيه بيقول لك ان الصوره دي معموله بشات جي بي تي في تاريخ كذا، في يوم كذا، في كذا كذا. تمام، فتخيل انت ان كل الصور اذا تم توقيعها من اي شركه ممكن توصل لها بكل سهوله، فما بالك بالمحتوى اللي هو اساس السيرش انجن بقى بالكامل. تمام، هنيجي على الجزئيه اللي بعد كده اللي هو ايه؟ هناخد بقى تشريح فيها ادق شويه. تمام، وبعد ما ناخد التشريح ده هنوصل للصفحه الاخيره اللي هي الملخص السريع، وهنبرر ليه بما ان واذا. تمام، دلوقتي احنا عندنا على الويب مجموعه كبيره من الروابط. تمام، احنا هناخد النقاط اللي تهمنا بس بالتحديد يعني. تمام، عندنا المبدا الاساسي للزحف. تمام، بيحصل اكتشاف، بعدين زحف، بعدين فهرسه، بعدين الكلام ده كله. تمام، دي الطبيعه اللي احنا متعودين عليها من البوتس، وكلنا واخدين عليها وكلنا عارفينها. حتى بتلاحظوها في جوجل سيرش كونسول. تمام، دلوقتي احنا عندنا بعد ما بيتم ارشفه الروابط دي وتجميعها والكلام ده كله، بيكون عندنا دلوقتي بناخد الروابط كلها. تمام، وبنبدا نجمع في الروابط دي على الروبوتات والكلام ده كله، بنبدا نحمل الصفحات، بنبدا نعمل حاجه، اكتر حاجه ممكن بقى نركز عليها اللي هي الكونتنت فلتر. تمام، دي باختصار شديد مبنيه على ايه؟ مبنيه على استبعاد المحتوى المكرر. وده بيبرر لك يعني اغلب الاشخاص اللي شغالين في الاس اي او ممكن يلاحظ ان لو هو كاتب له مقال، تمام، والكاتب ده ما اضافش قيمه على محتوى موجود على الويب. بمعنى فتح مقال تنسيق الحدائق اللي هو ده، اعاد صياغته بشكل كامل ومن ثم اعاد نشره، انت تلقائيا هتدخل في الكونتنت فلتر مش هتطلع منه. هتقع في مشكلتين: رقم واحد، يا المحتوى ده مش هيتارشف اساسا، يا هيتارشف ومش هيطلع، يا هيطلع وبعد كام يوم هيختفي. تمام، فالموضوع مبني بالفكره دي. دلوقتي طالما المحتوى بتاعك ما اضافش قيمه على محتوى موجود على الويب فانت كده خلاص. ليه؟ برضو زي ما قلنا من شويه احنا عندنا زي اللي هو المحتوى الممثل. هو المحتوى ايه مثلا كمثال يعني؟ انت قعدت صياغه من المصدر ده، تمام، وقعدت صياغه من المصدر ده. احنا جبنا مصدرين عشوائيين جدا، قعدنا الصياغه منهم واشتغلنا زي ما بعض الناس بتمشي حالها كده والكلام ده كله. تمام، الدوكيومنت ده واخد سكور،
تمام، وكل كلمه من دول واخده حاجه اسمها وورد اي دي. ده على فكره كنا شارحينها في حاجات قديمه قبل كده، فاحنا بنربط كل حاجه ببعضها لان كل حاجه فعليا مرتبطه ببعضها. فعندك الدوكيمنت ده، تمام، برضو عشان تفهموا احنا ليه بنستعمل مصطلح دوكيمنت. تمام، هو فعليا لينك، بس فعليا هنا لما تيجي على النتورك هنا هتلاحظ هنا، انت تفرش كده في السريع هتلاحظ هنا الدوكيمنت ده. تمام، الدوكيمنت ده هو اللي جواه المحتوى. تمام، اللي هو ملف اتش تي ام ال اللي فيه المحتوى يعني. تمام، اللي هو لينك الدوكيمنت الاساسي. فبغض النظر بقى عن اكواد السي اس اس والكلام ده كله، احنا عندنا البنيه الاساسيه عباره عن تكست في الاول وفي الاخر. تمام، فاصبح دلوقتي ان الدوكيمنت بتاعك ده واخد سكور، تمام، وواخد تقييم ومعروف مثلا بشكل معين والكلام ده كله. تمام، ومن ثم بتوصل انت لمرحله ان الدوكيمنت بتاع الشخص ده اللي هو الشركه دي، تمام، اللي هي اسمها توركان اي جي دي، تمام، قريب من الدوكيمنت بتاعك. تمام، ورحت انت عامل صياغه لحاجه ثانيه من المحتوى ده. اللي هيحصل باختصار شديد ان انت لما تدخل في الفلتر ده انت مش هتعدي. ليه مش هتعدي؟ لان انت محتواك كان عباره عن اعاده صياغه لمحتوى في مكان معين. تمام، هيجي واحد ويقول طيب ما انا بعمل كده سواء كنت كاتب او اس او او اي حاجه وبطلع زي الفل. المشكله مش بتطلع، المشكله هتختفي. تمام، ويمكن يسعفك في الطلوع بس ان انت مثلا موقع براند او موقع قديم بقالك سنين في المجال مثلا، ده ممكن يسعفك شويه، بس برضو امثلك هتقع. تمام، رغم ان جوجل متحيزه لموضوع البراند يعني، للاسف يعني، رغم التطور والعك ده كله، الا انهم لو انت موقع براند ونسخت فعليا ممكن نسبه جدا ترانك على المصدر اللي انت نسخت منه. فده شيء غير عادل، بس ايه يعني، بنحاول نتعايش يعني. تمام، فدلوقتي انت الوردز اللي موجوده في الدوكيمنت ده واخده حاجه اسمها وورد اي دي، الدوكيمنت واخد دوكيمنت اي دي. المحتويات دي كلها معروفه، فانت فعليا لما بتعيد صياغه اللي حصلته ايه؟ ان انت قرات الفقره دي، قعدت صياغتها باسلوبك او بدلت كلمات. ولكن فعليا انت لما تبدل الكلمات هتلاحظ ان المضمون ده وده مثلا وده موجودين عندك، فانت كده ما اضفتش قيمه. فاللي بيحصل باختصار ان انت سواء كاس او ككاتب ما ينفعش تاخد المعلومه من مصدر. تمام، ان انت تاخد المعلومه، انت عاوز تكتب حاجه عن تنسيق الحدائق، بتفتح المصدر ده والمصدر ده والمصدر ده. تمام، وعندك ده وعندك ده، شوف كام مصدر، وبتبدا تجمع الدوكيومنت بتاعك وتجمع مصادرك من مصادر طبعا انجليزي وعربي. ولو انت حابب مثلا شات جي بي تي تساله على معلومه او ايا كانت تول الاي اي، بس احنا ما بنقولش شات جي بي تي لانه اشهر يعني. تمام، وهتبدا تجمع معلومات. فاللي حصل ان الدوكيومنت بتاعك بقى شامل 1 2 3 4 5 6 7، بقى شامل 7 مصادر. اصبح دلوقتي ان انت مستحيل هتدخل الفلتر لان انت اضفت قيمه عن المحتوى اللي موجود على الويب. تمام، ودي اهم قاعده اصلا موجوده. تمام، ده مثلا مش مغطي معلومه، الثاني غطاها، الثالث غطاها، وهكذا. تمام، نيجي بقى بعد كده للموضوع اللي بيكشف بقى عن الداب سيرفر ده، اللي بيكشف عن المحتوى المكرر. دلوقتي اذا تم تعليم محتوى مكرر بيعاقب بالمبدا اللي احنا كنا لسه متكلمين عليه. تمام، يا اما مش بيتارشف اساسا لو انت موقع جديد، يا اما مش بيظهر، يا اما بيطلع وبعدين بيختفي، يا اما بتلاحظ عدم استقرار يطلع شهر مثلا وشهرين بعدين يختفي والكلام ده كله. تمام، في برضه ملحوظه في غايه الاهميه، هنتكلم عليها قدام برضو، بس برضو عاوزين نتكلم عليها واحنا هنا. تمام، لانها في دماغي اصلا. تمام، دلوقتي انت مثلا كتبت الشغل بتاعك وكل حاجه موجوده على الموقع وانتهينا من القصه دي، فجاه رحت انت حابب تعدل عليها، بس بعد ما عدلت من مصدر واحد، فاصبح ان الدوكيمنت بتاعك بدا ياخد من مكان واحد فتشابه مع مصدر تاني. فبالنسبه لهم في مصدر بالنسبه لهم اكثر قيمه او قبل منك او احسن منك في المضمون ده، فانت باختصار هتنزل نفسك رغم ان انت جمعت من 10 مصادر، بس جيت في الاخر بدات مثلا تبوظ الدنيا شويه وتركز على مصدر وتحسن والكلام ده كله. فبدل ما تحسن قللت جوده المحتوى، فبترجعك برضو لنفس الزاويه. تمام، طيب المضمون اللي احنا بنتكلم فيه ده كله بيفيدنا في ايه؟ بيفيد باختصار شديد، انت كموقع بتقدم خدمه تنسيق حدائق، خدمه مكتب معين، خدمه معينه، موقع مثلا محامي، موقعك بيدور حول نفس الخدمه. فانت من غير ما تحس، رقم واحد، محتواك ما اضافش قيمه عن المحتوى اللي في الويب. يعني مثلا الخدمات بيقول لك ايه، احنا ملتزمين في المواعيد. طيب هتلاحظ ان كل الناس كذلك بتقول لك احنا ملتزمين في المواعيد، انت ما اضفتش قيمه. هي ميزه عندكم بس انت ما اضفتش قيمه. تمام، عندك يقول لك انا متواجد مثلا 24 ساعه، متواجد ما اعرفش ايه برضو. فانت لما تكون بتشتغل في النوع ده من المجالات، اللي بيحصل باختصار شديد ان ايه، محتواك انت مع الوقت بيبدا يزيد. لما عدد الدوكيومنت ده اللي هو عدد اللينكات بقى، عشان نتكلم بقى عن المصطلحات بتاعتنا، لما عدد اللينكات او عدد المقالات او عدد المنتجات او الصفحات او ايا كان او الخدمات اللي بتقدمها بدا يزيد، ده تلقائي هيخلي ان انت موقعك لما بيجي يتقيم بعد كده بيتقيم بمبدا ان الموقع بالكامل حرفيا. انا كزائر مثلا، لو دخلت ابحث عن تنسيق حدائق فيه، ودخلت ابحث عن تنسيق حدائق فيلل او شركات او تنسيق حدائق منزليه بالصور، تمام، هلاقي المضمون هو. تمام، رغم ان انا عارف ان هي مش بايدك، ان اصلا انت مش هتعرف تكتب عن حاجه تانية، ولكن ده نقطه ضعف في توبيكال اثوريتي.
انت موقعك بدا يلف حوالين نفس الزون، فده هياثر عليك امتى، وركز في دي جدا بعد فتره. عشان كده من شويه كنت بقول لك في الجزء اللي هنا دي، اللي هو كل ما كان النمو اسرع كل ما هتقع اسرع. ليه؟ لان انت بتنمو، كل ما بتنمو بتبدا تكرر، انت من غير ما تحس تبدا تكرر حاجه تانية في الثالثه في الرابعه في الخامسه، ومن ثم تلاقي الموقع بدا في اي تحديث هيلب في الكونتنت او اي حاجه تلاقي نفسك بتنزل. تمام. فهنا بيكون المطلوب باختصار شديد ان انت تبدا تخلي المين كونتنت والسكندري كونتنت او الام سي والاس سي يعني، تمام، بعيد عن المضمون المكرر عندك. ده حلها رغم ان هو حل بسيط وحاجه بسيطه الا انها كارثه. تمام. نيجي بقى للحاجه اللي بعد كده، اللي هو موضوع المحتوى. انا كاتبها هنا جدا، وكاتب ايه يعني، والله احنا ممكن نلونها ونكبرها ونحطها في اول الملف. تمام. اللي بيحصل باختصار شديد عباره عن ايه؟ تمام. دلوقتي احنا عندنا لما يبقى عندك كاتب معين، تمام، الكاتب ده هنفتح برضو مثال عشان اوضح لكم الموضوع ده ليه. على فكره الميتنج اصلا دلوقتي في شباب شغالين معانا حاضرين، وفي شباب تانيين حاضرين، بس اغلب اللي اشتغل معايا هيلاحظ حاجه، هيلاحظ ان هو مثلا بعد فتره مثلا شهر او شهرين بحوله على موقع تاني. تمام. وهيلاحظ عندي برضو ان كل كاتب متوزع على اكتر من موقع. تمام. طيب الموضوع ده باختصار انا بقول لك سببه ببساطه شديده جدا جدا. كل كاتب مننا مهما كان احترافي، مهما كان الكاتب ده فوق الممتاز، مهما كان بيراعي ضميره، مهما كان بيعمل، الا انه مع مرور الوقت مصطلحاته هتكون واحده. ده شيء يعني، ده شيء في طبيعتنا مستحيل نتحكم فيه. كل واحد فينا ليه اسلوب معين في الكتابه، ليه اسلوب. يعني انت مثلا لما كاتب بيشتغل معاك فتره كبيره بتبدا تحفظ اسلوبه. تمام. رغم ان هو مش قاصد يضرك الا ان هو فعليا بيضرك. طب بيضرك ازاي؟ بيضرك بان هو اسلوبه بيتكرر، فبيصيغ المعلومات بنفس الاسلوب. وعاوز اقول لك ان هو مش بيكون قاصد. يعني بعض الكتاب لما بنبدا نراجع وراهم، مثلا اللي شغال بقاله فتره كبيره على نفس الموقع، بتلاحظ ان هو لما بيجي يكتب مميزات الشركه او الكلام ده كله بينسخها وهو مش قاصد. انا بقول لك فعليا هو مش قاصد، وانت كذلك ممكن تنسخ حاجه انت مش قاصدها، بس فعليا دماغك ماسك مجال واحد. تمام. وماسك موقع واحد، عدى شهر في الثاني في الثالث انت سستمت على مميزات معينه، على خدمات معينه، فبتروح ترصهم في كل مكان. تمام. في موقع اسمه كوب سكيب، ده اشهرهم يعني. تمام. فالمهم دلوقتي احنا عندنا بدانا نكرر، فتكرر فالكاتب باختصار شديد بدا يضرك. فالحل باختصار هنا ايه؟ دايما 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 يعني قاعده في غايه الاهميه، طالما انت عندك موقع، الموقع ده طالع بكاتب واحد فقط، الموقع ده مصيره هيقع مهما كان شغل الاس اي او بتاعك عظيم. لو ما وقعش السنه دي هيقع السنه الجايه، لو مش السنه اللي جايه هيقع اللي بعدها، لو مش اللي بعدها هيقع اللي بعدها برضه. تمام. اللي بيحصل باختصار هنا ان الكاتب ده اسلوبه بيظل واحد، فعشان كده ما ينفعش كاتب واحد يمسك موقع واحد. دي كارثه انت بتعملها في حق الكاتب وفي حق نفسك وفي حق الناس كلها. تمام. لازم تعمل تبديل ما بين الكتاب، الكاتب ده اشتغل هنا شويه، طب بعد شهرين ثلاثه لا سيب الموقع ده خالص وتعالى هنا. حتى لو الكاتب ده عاجبك، وحتى لو فاهم المجال، وحتى لو كل حاجه، الا ان الكاتب لازم تاخده في مجال تاني. تمام. عشان تبدا مصطلحاته تتغير، افكاره تتغير، ما اعرفش ايه تتغير. تمام. وعلى فكره ده برضه الناس اللي شغال معاهم اكتر من كاتب هيلاحظوه، لما تخلي كاتب يشتغل في اكتر من موقع وتيجي تقرا الكونتنت بتاعه، هتلاحظ ان هو بيستعمل مصطلحات انتقاليه واحده، زي مثلا ايه، الجدير بالذكر ولا سيما ان ما اعرفش، رغم ان المصطلحات دي لغويا هي شيء طبيعي وكلنا بنستعمله، بس هتلاحظ ان هو ممكن بيقول مثلا لا سيما ان كذا كذا في مواضع معينه. على فكره الكاتب ذات نفسه ممكن ما يكونش واخد باله من ده، بس انت مهمتك كاسو ان انت وانت بتراجع ورا تاخد بالك من الكلام ده، او ككونتنت، او لو حد كونتنت مارجن هو اللي بيراجع يعني. تمام. فدي هنا التركايه بتكون هنا. تمام. موضوع ان كاتب واحد يكون في مكان واحد لفتره طويله جدا، لا. تمام. ممكن كاتب يكون في موقع واحد لفتره طويله، بس في الكواليس شغال 5 6 على نفس الموقع ده، او انت بتبدل كل فتره. ايا كانت الطريقه، ما ينفعش كاتب واحد يشتغل باسلوب واحد. طيب لنفترض يعني، لنفترض انت في شركه ومعاك كاتب واحد بس، هتحلها ازاي؟ حاجه من الاثنين. تمام. يا اما تطلب كاتب اضافي، ده طبعا في الاغلب مش بيكون بينفع يعني. تمام. فهنكنسله. تمام. بتبدا انت توضح للكاتب اللي معاك ان ده غلط. تمام. وبتبدا تخليه ينوع في اسلوبه. تمام. ده بيدخلنا في مشكله بعد كده ثانيه. المشكله دي باختصار ايه؟ ان دلوقتي بعض الشباب لما بيشتغلوا اس اي او، تمام، اوضح بس بمثال كده سريع، بتلاحظ ان هو عنده حاجه، عنده او سي دي، وسواس قهري بالتنظيم، اللي هو ايه، لازم العنوان، تمام، اجيب بس مثال، لازم العنوان احط تحت منه خط. تمام. لازم انسق مقالاتي عباره عن نقط. تمام. لازم ان انا ابدا بفقره سطرين بالظبط، واذا زادت عن سطرين يبقى انا كده في، على فكره بجد والله في ناس موسوسه عندها هوس مثاليه بان كل مقالات الموقع وكل منتجات الموقع تبقى ماشيه بنفس الريتم، وده كذلك كارثه. انا عارف ان ممكن الكل والله يستغرب من الحاجات اللي بتكلم فيها دي، لان الحاجات دي مش هتلاحظها الا لما تعدي على مشروع واحد او موقع واحد 3 4 سنين، هتلاحظ الكلام ده ازاي مؤثر بشكل ضخم. تمام. وازاي لما تعالجه هيفرق معاك. تمام. فاصبح دلوقتي ان انت كاس او بتقول للكتاب بتوعك ايه، انا عاوزك تعملي ستراكشر، حط لي عنوان عن العناصر،
والعناصر البنائيه والاشجار المستخدمه وما اعرفش ايه، وحطهم لي بقى في كل الشغل. ده كذلك غلط. تمام. ما ينفعش يبقى في ستراكشر، لازم تدي مساحه لكل كاتب للابداع. تمام. بمعنى هو مثلا بدا المقدمه باربع فقرات، رغم ان ده في بعض الحالات ممكن مفيش مقدمه اربع فقرات، يعني شخص عاوز نبذه، بس المقدمه طالما مقبوله وطالما ادت قيمه لا سيبه. تمام. عندك كاتب تاني بيحب ان هو في الهيدنج مثلا بيعملها بين قوسين وبيكتب بين قوسين توضيح ليها، سيبه، رغم انها ممكن تبقى خارجه الاستراكشر انت حاطه، بس برضه سيبه. تمام. هتقول طيب ده ممكن مثلا ما الشغل في الموقع مش هيكون شبه بعض، السيمتريه اللي ما اعرفش ايه. انا معاك في الموضوع ده. تمام. بس انا بكلمك كمبدا عمل خوارزميه، فانت مطالب انك تتكيف معاه. هي الخوارزميه كده، هي مبنيه كده، انت مش بايدك حاجه، فانت المطالب تتكيف معاه ايا كان بقى الاسلوب اللي انت هتتبعه. تمام. عندك البعض التاني بيعمل ايه، بتلاقيه حاطط نقطتين فوق بعض كده لكل حاجه وبعدين شارح. تمام. ولازم لو كاتب مثلا حط له العناصر المشيات الخضراء مثلا وطرق ومشيات بدون شرح، بتلاقيه رجع له المقال يكتبه له من تاني، عشان لا احنا عندنا لازم طالما وضحنا يبقى عملنا، لا ده غلط برضه. طب خليه يكتبهم بس باسلوب تاني، ان هو المشيات الخضراء تعتبر كذا كذا لمده مثلا لحد هنا. المهم بس باختصار شديد ان كل كاتب ياخد مساحه للابداع، ان هو يشتغل باسلوبه وبطريقته اللي هو مرتاح بيها. تمام. بشرط ان هي تحت المصطلح الكويس. بعباره اخرى، ما ينفعش برضو ان هو يبقى عامل حاجه غلط وتسيبه عشان تعالج الموضوع ده والكلام ده مش صح طبعا. انا بتكلم في مضمون واحد بس، ان هو طالما عندكم رولز اساسيه اتحطت خلاص كده، تنسيق المحتوى والاسلوب الكتابه والكلام ده كله ما تجبرش الكتاب معاه. مثلا بعض المواقع بشوفهم اللي هو ايه، بيجبر الكاتب ان هو يكتب خاتمه ثابته، وفي نهايه المقال كذا واحد اتنين تلاته وتواصل معنا. غلط برضو. تمام. ما ينفعش يبقى في ستراكشر ثابت. فدي كده الجزئيه عدينا عليها، عشان برضو زي ما قلنا ما نتحطش في الزاويه بتاعه التكرار. تمام. رغم ان احنا عارفين ان التكرار، واي انسان عاقل هيشوف ان ده مش تكرار، الا ان في الاول وفي الاخر دي خوارزميات. يعني عندك الاي اي مهما كان تطور، الا انه حتى الان لا يزال في نسبه خطا كبيره. ممكن بقى في المستقبل الموضوع ده يتحل، بس حتى اللحظه 2024 اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي الموضوع ده لا يزال كارثه في المواقع. تمام. وتحديدا في المحتوى العربي، عشان برضو ايه نبقى حياديين بشكل اكبر يعني. تمام. عندنا بعد كده الجزئيه اللي بعدها، اللي هو المبادئ الاساسيه. تمام. اللي هو المبادئ الاساسيه اللي انت هتبدا تشتغل بيها، او المبادئ الاساسيه لعمل الموضوع ده. تمام. عندنا موضوع الفينجر برنت اللي بتتخزن، وعلى فكره شات جي بي تي موضوع الصور ده شغال في الوقت الحالي اللي انا بكلمكم فيه حالا. اغلب مواقع الاي اي بيكون للمحتوى اللي طالع منها فينجر برنت، حتى لو الشركه مش مصرحه لك بده الا انه بيكون. وده بقينا نشوفه صراحه بسبب الصور اللي بتتعمل من الاي اي، لانها بدات تعمل حقوق ملكيه ومشاكل والكلام ده كله، في ناس بتستغلها استغلال مش كويس. فاصبح ان اي سوشيال ميديا دلوقتي بتنزل عليها محتوى. على فكره هو حتى الان لينكد ان وانستجرام وعلى ما اظن فيسبوك، ما اعرفش كام منصه ثانيه، بس لينكد ان بارز جدا في الحوار ده. مع مرور المستقبل اكاد اجزم ان المحتوى التكست اللي مكتوب بالاي اي هيتم توضيح ان هو ايه، عشان ما ندخلش في حقوق الملكيه والمشاكل القانونيه والكلام ده كله. فموضوع الفينجر برينت ده يعني هو مثلا ايه، كملكيه فكريه وكتجنب الضرر على المجتمع. لان الاي دلوقتي ممكن تصمم صوره لاي حد، لاي شخص مثلا، لرئيس دوله مع رئيس دوله تانية، وتبقى حوار لو صور زي دي. تمام. وكذلك الموضوع وصل للفيديوهات. تمام. فالشركات بتعالجه بان كل حاجه بيجبروا المنصات دي ان انت ما تطلعش كونتنت من عندك الا وطالع معاه فينجر برينت. تمام. فده المضمون يعني. تمام. عندنا بعد كده الفينجر برينت بتتخزن في اليو ار ال، زي ما اتكلمنا من شويه، ان انت عندك التكست بيكون ليه فينجر برينت متخزنه. تمام. الفينجر برينت دي لو تشابهت او تطابقت مع مكان تاني، انت كده المحتوى ده بالنسبه لهم دوبليكيت، وش خلاص بقى المحتوى ده كنسله، ما تستهلكش فيه ولا معالجه ولا ارشفه ولا فهرسه، لا شيله بقى خالص. تمام. وعشان كده موضوع الجوده والكم. تمام. وعشان كده الاي اي مش محتوى محبب. يعني دلوقتي هنقول ايه مثلا، اغلب اللي بيشتغلوا في الاي اي في ما بينهم حرب ما بين الكتاب والاس اي او. في بيقول لك انا شغلت بالاي اي وعامل نتائج فوق الممتازه. ده مش غلط والله، وهتعمل نتائج عظمه على عظمه. تمام. بس المشكله في هنا ايه، المشكله ان الاي اي مش عنده حس الابداع مهما كان انت شايفه من نظرك مبدع، لان الاي اي برضه عشان يا جماعه نبقى منطقيين عباره عن ماشين ليرنينج. باختصار هو بياخد الداتا اللي على الويب، بيحللها، بيشوف المصطلحات وبيطلعها، بس ما عملش حاجه ثانيه. تمام. انما الانسان هو اللي ممكن يطلع بافتكاسه بمثال من هنا او حاجه من هنا او حاجه من هنا، الحاجه دي هي اللي هتبدا تنسق معاك الموضوع. تمام. فده بيخلي الاي اي اذا اتاخد الكونتنت منه هنا لهنا، انت كده هتلاقي الموقع بيطلع وكل حاجه زي الفل وبيقع بعد فتره. وعشان كده برضو هتلاحظوا ان المواقع اللي بتقع من الاي اي بالتحديد مش بتقع في يومها، الموقع ده ممكن ياخد سنه او سنتين بعدين يقع. تمام. طب هتقول لي بيقع ليه؟ عشان السبب اللي انا بكلمك فيه دلوقتي. تمام. مثال تاني برضو عشان نوضح برضو، لو انت عندك كاتب ملتزم بنفس الاستراكشر وانت بتجبره ان هو يلتزم بنفس الاستراكشر، فانت فعليا وكانك بتكتب من الاي اي.
لان مشكله الاي اي ان هو ما اضافش قيمه، او انت ما عرفتش تخليه يضيف قيمه، فهو ما اضافش قيمه، فانت ما يا ابو زيد ما غزيت زي ما بيقولوا، انت ما عملتش حاجه. تمام. فدايما بنفضل نتجنب عن ال AI، وان تم الكتابه بيه يفضل انك تغير بشكل ضخم جدا جدا في المحتوى. تمام. مثال بسيط، لما بتشوف مثلا بعض الاشخاص بياخدوا كوبي بيست، يروح منسق فكرتين كلمتين ثلاثه، مثلا دي مثلا الكلمه دي انا كاتبها غلط مثلا، تمام، بيروح مثلا مصححها. تمام. حاجات هنا مثلا الدوكيمنت ما اعرفش ايه، مثلا هنا عاوزني ان انا افصلها، وعاوزني هنا اضيف كلمه الا ما اعرفش ايه، ده مش صح، انت كده ما عدلتش. تمام. فعشان كده بنقول باختصار شديد تجنب الاي اي، يعني اقرا منه افكار، خد منه بعض العناوين، بس اشتغل من دماغك، اشتغل من المصادر والكلام ده كله. تمام. علما على فكره ان في حاجه في في خوارزميات عامه السيرش انجن بالكامل، احنا بس بنقارن بجوجل لان الاشهر. لما انت بتشتغل من الاي اي ده بيعمل لك كارثه كبيره في الكونتنت ده، ان هو الكونتنت بيطلع من واي تانية. بمعنى اديك مثال بسيط، لما جوجل بتصنف الصفحات دي، بتصنفها بناء على ترابط فائده المستخدم والكلمات والكلام ده كله مع السيرش كويري دي. تمام. فانت لما بتكتب مقال بالاي اي فعليا هو بيروح يدور على المعلومات اللي هو متدرب عليها اصلا، او بيعمل سيرش عليها في اي مكان، المكان اللي هو عمل فيه سيرش، وبعدين بيديها لك. هو ما فتحش الحاجات دول، ولكن الاصح ان انت لما بتفتح المصدر ده والمصدر ده والمصدر ده، فانت دلوقتي اللي عملته ان انت لبيت المعلومات اللي كانت السيرش كويري دي لازم تغطيها. فعشان كده ما ينفعش كاتب يشتغل، او انت تخلي كاتب يشتغل، تمام، بدون ما تعمل حاجه من الاثنين. يا تديله العناوين اللي هو لازم يغطيها بعلمك انت بعد ما انت بحثت في المنافسين دول، تمام، يا اما تقول له لازم تفتح المنافسين كلهم وتغطي المعلومات بتاعتك من عندهم. تمام. طبعا مش قصدي من عندهم ان انت تنسخ او تعيد صياغه، انت كده ما عملتش حاجه طبعا. انا بتكلم ان المعلومه هم مثلا مغطيين معلومات معينه، ازاي احتاجها، فانت بتغطيها بشكل احسن منهم وهكذا. تمام. خلصنا الجزئيه دي. عندنا بعد كده موضوع اعاده التوجيه. دي برضه حته مهمه جدا انا واقف عندها. في خطا انا بشوفه شائع جدا جدا ما بين الاغلب، يعني بيقول لك ايه، لو انا عملت ريدايركت مثلا، يعني نفترض ان الموقع ده بتاعي والموقع ده بتاعي مثلا، او المقال دي بتاعتي والمقاله دي بتاعتي كمثال يعني، تمام، دي ودي مثلا، دي اللي هي ظاهره تحت خالص دي، تمام، ومثلا دي، فانا عملت توجيه على دي وعلى دي. تمام. فالاغلب بيقول لك ايه، لا انا لازم لما تيجي تعمل ريدايركت انت لازم تمسح اللينك الاولاني. طب انت ليه بتمسحه؟ هو فعليا اتعمل ريدايركت، فانت ليه بتمسحه؟ تمام. فعليا اصلا الخوارزميه تلقائي مجرد ما انت بتعمل ريدايركت من ده تنسيق حدائق ده الى تنسيق حدائق ده. على فكره الموقع ده، يعني شوف التبسيط اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، انا والله مش محضر اصلا للامثله والكلام ده كله، انا بكتب كام بوينت بس كده، بالاخص ان المصادر اللي عندي من زمان، بس يعني جا معايا مثال دلوقتي قدامكم، انا مش محضر له اصلا. شركه تنسيق حدائق، وعندك هنا عامل بلوج تاني عن تنسيق الحدائق، ده وقع في نفس الخطا اللي احنا قاعدين بنتكلم فيه دلوقتي. تمام. ممكن يبقى طالع بشركه تنسيق وطالع بتنسيق دي، الاثنين ممكن يخسرهم والموقع هيعمل دروب بعد فتره. تمام. وعلى فكره ده هتلاحظوه اللي بيشتغلوا خدمات دايما، او الشركات اللي بتشتغل في الخدمات بالاخص القدام، هتلاحظ ان الشركه دي عندها 3 و4 او 5 6 مواقع. عمرك سالت نفسك ليه؟ لان الشركات القديمه في المجال بيكونوا عارفين ان الموقع بيوصل سقف بعدين بيقع، بيروح عامل موقع جديد، الموقع بيطلع طلعه محترمه جدا جدا بعدين بيقع. فبدل ما هو بيحل الاصل مش جذري المشكله، تمام، بدل ما ينشئ موقع طالع صح، تمام، بيروح ينشئ موقع ويرجعه على الرولز القديمه اللي هو كان عاملها. بعباره اخرى، تمام، انت طلعت موقع صح، تمام، بعد ما وصلت فيه ليميت معين بدات تعمم فيه قواعدك اللي انت شغال بيها غلط، فانت لازم هتوقعه، انت ما عملتش حاجه، تمام، انت طلعت بيه صح، تمام، ليه غيرت الخطه؟ ليه الخطه ما كملتش على نفس الريتم، ان انت تتجنب ان انت تخش في ان انت تتحط في مضمون الدبليكيت، او مضمون ان انت بتلف حوالين نفس الموضوع. تمام. ده كده عديناها. الحاجه اللي بعد كده، مجرد ما انت بتعمل ريدايركت من ده الى ده، من ده الى ده تلقائيا اللي هو المصدر، يعني عشان برضو اديكم مثال بسيط دي بتعرفوها منين يعني. ممكن ترجعوا للجزئيه الخاصه بديفلوبر تول يعني، بس باختصار شديد، لما بتفتح حاجه معموله ريدايركت من مكان للتاني. بالظبط في العربي بالذات. لما بتعمل حاجه ريدايركت من مجال للتاني، تمام، اللي بيحصل هنا انت في هنا هتلاقي موجود لك ان هي معموله ريدايركت ولا ايه الدنيا بتاعتها. هتلاقي مكتوب لك هنا الستيتس، تمام، هيقول لك ان ستيتس مثلا 301 من الى، فهتعرف ان حصل ريدايركت من اللينك ده مثلا الدوكيمنت ده الى الدوكيمنت ده، نفترض يعني ده دوكيمنت يعني، فهتلاقي مكتوب لك الستيتس هنا، هتفتحها هتعرف طبعا الستيتس بتاعتها امتى. ممكن ترجعوا للفيديو ده موجود على اليوتيوب برضه كذلك. بس باختصار شديد، تلقائي انت مجرد عملت ريدايركت من لينك الى لينك، اللينك اللي طالع منه ريدايركت، تمام، وكانه مش موجود بالنسبه للخوارزميات خلاص كده، حتى لو كان منسوخ. يعني انت دلوقتي اخدت مثلا، ما كانش عندك علم مثلا يعني، رحت ناسخ المحتوى اللي في المقال ده كله، رحت نشره عندك، بعد فتره اكتشفت ان ده غلط،
فانت رحت عملت ريدايركت على حاجه تانية انت عملتها صح، بعدين قلت تمسح ده عشان دبليكيت والكلام ده كله. لا فعليا لا. تمام. بس برضه هنلف ونقول برضه ايه، انت بتعمل ريدايركت في حاله واحده بس. تمام. لو اللينك ده واخد عندك باك لينكات وواخد اثورتي وانت واخد انترنال لينك كتير وانت عاوز تمرر الاثورتي دي للينك الجديد، اوكي اعمل ريدايركت. تمام. ده هيفيدك اكتر. بس برضه ما تجيش ان انت يبقى عندك لينك دبليكيت ومركون في قاع الموقع ولا ليه اي 30 لازمه. تمام. وتروح تسيبه كذلك برضه على موجود على الموقع والكلام ده كله. لا ده مش صح برضه. في الحاله دي انت امسحه واعمل ريدايركت. تمام. بس انا بتكلم في الناس اللي مفكره ان انت لازم تمسح، لان لو ما مسحتش ده غلط وكده. الموضوع نسبي. انت قيس حاله موقعك وحاله اللينك بتاعك ومن ثم قرر عليه. هتعمل ريدايركت، هتحذف، هتعمل الكلام ده كله. تمام. نيجي بقى على الموضوع اللي بعد كده اللي هو المبدا العام او الفكره الاساسيه اللي بني عليها موضوع الدبليكيت والكلام ده كله. تمام. دلوقتي باختصار شديد اللي بيحصل ايه، اي دوكيمنت موجود على الويب زي ما كنا اتكلمنا في المثال اللي فوق خالص ان بيكون حاجه اسمها دوكيمنت سكور، زي البيج رانك اللي هو المقياس اللي اتلغى. لما كنا بنتكلم في سيشن قبل كده بتاعت الباك لينك كنا بنتكلم عن ان مقياس البيج رانك ده كان جوجل بتعتمده زمان خالص وحاليا لغته وطلعت حاجات احسن احدث منه. بس الجديد اللي حصل له مبني على القديم، وحتى لو مش مبني على القديم الا انه مقتبس من القديم. تمام. فالمبدا دلوقتي يظل واحد. دلوقتي الدوكيمنت بتاعك ده اتقيم زي ما بيكون للدوكيمنت زي انا بدي مثال عشان برضو ما حدش يختلط عليه الامر. البيج رانك عشان برضو نعيد ونزيد فيها، هو مقياس انتهى، حتى كنا كاتبينها على ما اتذكر انتهى في 2016 تقريبا 2016. تمام. فكنا كاتبين وقتها ان هو انتهى، بس احنا بنشرحه عشان اتبنى عليه الجديد. فزي ما كنا وقتها بنقول ان كل لينك بيكون ليه بيج رانك، وكان في معادله بتحسب بيها البيج رانك والكلام ده كله. وقتها الناس بقى اللي من 2015 والكلام ده كله هيكونوا فاكرين الحاجات دي. تمام. دلوقتي في الدبليكيت انت عندك حاجه اسمها دوكيمنت سكور. الدوكيمنت سكور ده ايه؟ المحتوى ده بالكامل على موقعك اخذ تقييم. التقييم ده وبما ان ليه فينجر برينت وبقى ليه تقييم وبقى الدوكيمنت اخد دوكيمنت اي دي شرحناها في حاجه قبل كده، دي مش بتاعت النهارده على فكره، دي بتاعت حاجه قديمه. وكل وورد اخدت وورد اي دي. فاللي حصل باختصار شديد ان انت اتقيمت واخدت سكور معين. لما بيجي تتحط في مقارنه مع حد تاني الفينجر برينت بتتقارن بالكامل. تمام. عاوز اقول لكم بس حاجه بس صغيره. لما انا من شويه كنت قلت لكم ان انت بتعمل مثال بالسوبر ماركت ورصاص كل حاجه في رفوف وكده. السيرش انجن اللي بيعملوه باختصار شديد ان هم بيجمعوا اللينكات الخاصه بنفس التوبيك. حرفيا بيجمعوا تقريبا انا مش فاكر الرقم تحت هنا بس كان رقم كبير 2 3 مليون لينك مع بعض. تخيل انت الرقم. وبداوا يقارنوا بيهم. فانت هتتقفش يعني هتتقفش يعني. تمام. نيجي بعد كده للجزئيه الثانيه عندنا موضوع الكانونيكال بقى. تمام. الكانونيكال باختصار شديد احنا ممكن بقى نيجي هنا عشان الموضوع الاسئله بيفتح الافاق بتاعتنا للحاجات الثانيه واحنا بنتكلم. تمام. آه، ماشي. دلوقتي عندنا حاجه مهمه. دلوقتي احنا دايما بنقول ايه، بنقول حاجه عندنا اسمها كانونيكال تاج. كل الاس يو عارفينها ان انت بتعمل كانونيكال من حاجه الى حاجه عشان تعرف جوجل ان ده مش ده وانت عاوز تارشف حاجه مكان حاجه والكلام ده كله. عمرك سالت نفسك، انا شوف انا جايبك لجذر الموضوع، عمرك سالت نفسك الكانونيكال ده اساسا بيشتغل ازاي؟ الكانونيكال اصلا مبني على الفكره دي، ان اصلا بما ان انت اديت الكانونيكال تاج ده فباختصار شديد انت بتعرف البوت اللي هو بيبدا يجمع المحتوى وبتعرف الكونتنت فلتر اللي احنا لسه متكلمين عنه من شويه، ان انت بتقول له ان انا دي صفحه معتمده واساسيه من مجموعه مستندات مكرره موجوده عندي، وانا عارف ان هم مكررين وانت عارف ان هم مكررين، بس انا بقول لك انا بوفر عليك وعارف ان هم مكررين ومش هيخليك تارشف ولا هيخليك تستهلك فيهم بوتات تعمل زحف ولا هيخليك تعمل اي حاجه. فباختصار وفر عليا ووفر عليك وحط لي كانونيكال تاج. فده اللي احنا بنعمله لما بنيجي نتعامل مع كونتنت مكرر. تمام. ولما بنيجي نتعامل مع صفحات الباجينيشن. تمام. لما اللي هي دي بصراحه ما اعرفش الموقع ده عاملها بقى. بس يعني ايه عشان برضو الوقت برضو لما بتلاقي مثلا تدخل على كاتيجوري معينه بتلاقي صفحه مثلا 1 2 3 4 5 6. تمام. الصفحات دي لينكات، اللينكات دي ايه اللي بيحصل؟ الخوارزميه بالكامل بتحاول تحللهم، بتشوف ايه المحتوى الكويس ايه اللي مش كويس، فانت محتواهم حرفيا مكرر. فاللي بيحصل باختصار شديد انت بتعمل ايه، او لو عندك منتج مكرر مثلا بمقاسات مختلفه بتعمل كانونيكال. بتقول لهم والله دلوقتي بدل ما انتوا تعاقبوني وتعملوا محتوى ان هو مكرر وان انا بنسخ من نفسي وبنسخ من والقصه دي كلها، لا باختصار شديد انا عندي انا معترف ان انا الصفحه دي مش بتقدم قيمه عن الصفحه دي، مش بتقدم قيمه عن الصفحه دي. فباختصار انا عاوز الصفحه دي بس، فاعمل لي كانونيكال على دي والباقيين رجع الكانونيكال بتاعهم على الصفحه دي. الموضوع بسيط جدا جدا. تمام. فده اصل الكانونيكال. هنشوف بقى موضوع الكانونيكال كان كبير ازاي. يعني الكل دلوقتي كان معتقد ان الكانونيكال اللي هو عشان صفحتين منسوخين، بس اساس الموضوع جاي من اساس بناء الخوارزميه ذات نفسها. تمام. نرجع بقى للجزئيه اللي بعد كده. موضوع بعد كده اللي هنتكلم عليه موضوع المصادر اللي بتعيد التوجيه. تمام. موضوع المصادر اللي بتعيد التوجيه ده
تمام. موضوع المصادر اللي بيعيد التوجيه ده المفروض السكرين بتبقى ظاهره عادي، هو انا بصراحه مش فاهم الجزئيه دي. المحتوى الاجنبي برضه هتقع في نفس المشكله. كل المحتوى اللي موجود على الويب سواء ترجمه او غير ترجمه جوجل بتعرفه. يعني انت لو حاولت تترجم من مصدر اجنبي واخدت محتواك وترجمته، حتى لو انت مترجمه وحتى لو مترجمه ترجمه احترافيه هيتكشف لك. تمام. في برزنتيشن، ايوه في فيديو معروض. هو الشاشه مش ظاهره كل ده ولا ايه يا جدعان؟ تمام. المهم دلوقتي هنرجع بقى للموضوع التاني اللي كنا لسه بنتكلم فيه عن موضوع الريدايركت. تمام. ده جزء اساسي لا يتجزأ من القصه دي كلها، ان انت طالما عندك لينك معمول ريدايركت من مكان الى مكان اخر، فبيتم اخذ المصدر النهائي اللي استقر عليه الريدايركت. بتعرفها من كنترول شيفت سي، او بتعمل انسبكت للصفحه، بتشوف النتورك بتاعك هنا، بتدي له ريفرش عشان تشوف الريدايركت حصل منين لفين. عندك ستيتس 200 الدوكيمنت ده، الصفحه الاساسيه دي اديتك ستيتس كود 200. تمام. لو كانت دي مثلا عملت ريدايركت على حاجه ثانيه هتلاقيها بتقول لك بقى هنا 301 302 الكلام ده كله. تمام. الموضوع ده بقى على حسب الصفحه. تمام. فدي جزئيه الريدايركت يعني. وليه الريدايركت على فكره دي هتلاحظها برده لو انتوا واخدين بالكم لما بتيجي تعمل ريدايركت من حاجه لحاجه، اللينك الاولاني اللي طلع منه ريدايركت بعد فتره بتلاقيه بدا يختفي. تمام. لان هو فعليا انت قلت لهم ان انا اللينك ده بالنسبه لي انتهى خلاص، انا شوف لي لينك جديد، فبيعدوا من عليه وبيخزنوه. تمام. طيب حاجه مهمه، عارفين موضوع الريدايركت 301 302 برضه عشان نرجع للاصل. الطبيعي اللي احنا عارفينه 301 ده دائم، 302 ده مش دائم. 301 ده بيمرر اسورتي من اللينك الاول لللينك الثاني. تمام. طب 300 302 ما ينفعش ليه تستعمله؟ طبعا بتكلم في حاله واحده بس، ان انت حابب تعمل ريدايركت دائم ومش هترجع له. طبعا في بعض الاشخاص او بعض المتاجر الاي كوميرس بتعمل ريدايركت مؤقت لما منتج ينتهي من عندهم، وبعد ما بيتوفر في الستوك بيرجعوه تاني. ده بعض السلوكيات اللي بيعملها موقع الضخمه بالاخص امازون بالخصوص يعني. تمام. فاللي حصل هنا ايه؟ ان انت عملته مؤقت بعدين لغيته. بس الفكره ان انت لما بتعمله مؤقت انت كده بتكون معرفهم ان انت في لحظه ما، في وقت ما، النهارده بكره السنه الجايه بعدها انت هترجعه. فمش بيتم تمرير اثورتي من اللينك اللي انت عملت منه، اللي هو لما نرجع لنفس المثال بتاعنا، من اللينك مثلا اللي هو ده، من اللينك ده للينك ده مش تتمرر اثورتي، لانهم عارفين ان انت عامل حاجه مؤقته فممكن ما ترجعش، ممكن ترجعها قصدي لاحقا. تمام. فدايما اي ريدايركت دائم فعليا لازم تخليه دائم. نيجي على الجزئيه الاخيره. تمام. اللي هو موضوع بقى المحتويات وموضوع الكانونيكال ده برضو ملخص سريع وكده. تمام. دي زي ايه؟ زي نوع من العمليه، او ازاي بيتم استقبال المستند وبيتم اشرفته. لو واخدين بالكم ان عشان برضو اثبات اضافي ان سبحان الله كل الخوارزميات في العالم اصلا مبنيه على بعضها. يعني انا مثلا دلوقتي لو عاوز اعمل خوارزميه بتعمل الموضوع ده. تمام. يعني اديكم مثال بسيط. زمان لما الفيسبوك طلع والخوارزميات بتاعته كانت معقده، دلوقتي بتلاحظ ان اي حد مننا لو عنده شويه فلوس ممكن يعمل برنامج زي الفيسبوك بكل الامتيازات عادي. تمام. ليه حصل؟ لان الفكره طلعت، الخوارزميه طلعت، تبدا حلل، تبدا تبحث، تبدا ما اعرفش ايه، تبدا تبني عليها. فسبحان الله كذلك حتى موضوع الدوبليكيت ده مبني على نفس القصه الاساسيه خالص بتاعه السيرش انجن، اللي هو ايه؟ البوت زحف مثلا الموقع ده، ايه اكتشف اللينك ده، بعد ما اكتشفه عمل له زحف، بعد ما عمل له زحف عمل له اشرفه، راح بدا يقيمه، بدا ما اعرفش ايه. نفس العمليه بتحصل بالظبط بالنسبه لموضوع الدوبليكيت. بيبدا الزحف، شوفوا معمول له دايركت ولا لا، خده وديه قارنه بالحاجات الدوبليكيت عندنا، طبعا بقى باستمرار العمليات والكلام ده كله. تمام. نيجي بقى للصفحه الاخيره بقى اللي هي الملخص بقى اللي كلكم مستنيين دلوقتي، اللي هو تعمل ايه. احنا عمالين بنهري دلوقتي بقى لنا ساعه تقريبا، طب نعمل ايه في الاخر؟ تمام. طبعا الاهم من ان انت تعمل ايه، اللي هو بالبلدي كده ما تدينيش سمكه بس علمني زي الصيد، اللي هو انت لما تعرف الحاجه اصلها ايه او جذرها ايه، انت فعليا هتعرف تطلع بافكار غير الافكار دي. يعني دلوقتي انا متاكد ان لو حد قعد يفكر شويه هيطلع بافكار غير الافكار بتاعتي دي. تمام. فده اللي بيساعدك ان انت تطلع بحاجات بره الصندوق، ما تبقاش مثلا بتروح بتقرا في البلوج زي بتاعه سيمرش واتش ريف والكلام ده كله جاي تطبق. ده غلط والله العظيم، ده غلط. انا بشوف والله يعني لولا ان انا مش بحب اتزمت في الجزء ده تحديدا، بس ان انت تطبق كل حاجه موجوده عند سيمرش واتش ريف وموز، ده كارثه. تمام. دول مش صح يا جماعه، دول مش صح. تمام. رغم ان هم العمالقه بتوع المجال، ورغم ان هم بنسميها اللي هو ايه المقياس اللي احنا بنقيم بيه، الا ان المقياس ده لازم تكون عارف ان المقياس ده قابل للخطا. المقياس ده زيه زيك، زي انسان. اللي كتب البلوج اللي انت بتقراها دي برضو انسان قابل للخطا. تمام. البلوج اللي انت بتقراها دي ممكن تكون من 4 من 5 6 سنين من خوارزميه هو حللها وطلع بكيس ستادي بعدين اتغيرت. تمام. فهو مش بيقول لك اصل الموضوع ايه، هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو عندك حاجه مكرره اعملها كانونيكال.
فانت بتلاحظ ان انت لما حد يسالك معلومه او حاجه زي كده وانت حابب تساعده، ومن تجربتك السابقه او من قراءتك السابقه بتروح تسيرش على النت وتقول والله 1 2 3. بس ده كارثه. تمام. او ان انت تعتمد على المعلومات من الويب برضو كذلك كارثه. انت لازم تعرف الجذر فين. فعشان كده بقول لك ايه، ان انت طالما عرفت الحاجات دي كلها انت تلقائي هتعرف تبني خطتك بناء على المضمون بتاعك. تمام. انا بنيت خطتي بناء على الكلام ده. هل الكلام ده انت لازم تعمل زيه؟ لا، انت مش اجباري خالص. انت ممكن تاخد مني شويه افكار، تضيف انت عليهم شويه افكار، تشارك معايا دلوقتي مثلا في التعليقات شويه افكار نضيفهم. الموضوع مفتوحه جدا جدا. تمام. المهم نرجع بقى للنقاط الاساسيه. اول حاجه، شغل اكتر من كاتب. طبعا قلنا فيما سبق ليه تشغل اكتر من كاتب. دلوقتي انت مهما كانت الخوارزميات متطوره الا انها مسيرها هتوقعك. تمام. عندنا موضوع الام سي والاس سي. تمام. الكونتنت الاساسي بتاعك لازم تبلغ الكتاب بتوعك ان هم ينوعوه، ويفضل دايما ان انت تدي الكتاب العناوين اللي هم هيشتغلوا فيها. ما تسيبش كاتب يشتغل من دماغه، رغم ان الكاتب ده ممكن يطلع افكار احسن من افكارك 100 مره. تمام. الا ان انت لازم تكون عارف اديت لهم كيورد ايه واديت لهم عناوين ايه. كل ده لازم يتسجل عندك. يعني انا ممكن اديكم مثال بسيط بس، لولا انها بتكون والله داتا شركات، يعني ده بيخلينا مقيد جدا جدا في الشرح. بيكون عندي شيتات واخد اي بي اي من شات جي بي تي. الشيت ده بديله العناوين اللي الناس اللي مثلا شغالين او انا مثلا بحطها. تمام. لما باجي احط حاجه تانية هو بيعمل تحليل تلقائي طبعا للشيت اللي موجود وكده، بيقول لي حاسب انت من سنه استخدمت الكلمه دي مع الكاتب الفلاني فانت ما تستعملهاش دلوقتي. تمام. فده شغل الاوتوميشن ده بيسهل عليك القصه دي يعني. تمام. فانت قدر الامكان يبقى معاك شيت منظم. لو مش هتعرف، مش انك تكشف الاي بي ايز والكلام ده كله مش هتعرف تعملها، اعملها يدوي. باختصار شديد، الداله بتاعه التكرار. تمام. كنت مشاركها معاكم قبل كده. استعملت عنوان مكرر بيبدا يقول لك، او انت لو موقعك صغير، لو موقعك مثلا عباره عن بينزل له مثلا 10 20 بلوج في الشهر، لا انت مش مستاهل العك ده كله. تمام. السيناريو اللي انا بتكلم فيه ده لما تمسك موقع فيه مثلا 200 300 الف صفحه والكلام ده كله، لا انت دماغك مستحيل تفتكر الكلام ده كله. لا انت هنا لازم تعمل اوتوميشن، لازم تعمل داتا سنتر وبيك كويري، وهتدخل في قصه ما يعلم بها الا ربنا. تمام. بس انا بتكلم على دلوقتي لو انت موقعك بسيط ممكن تكون فاكر انت عملت ايه امبارح وعملت ايه الشهر اللي فات، فانت مش محتاج العك ده كله يعني. تمام. عندنا كده نختار كلمات بعيده عن بعض. المثال اللي هنا كنا بنتكلم عليه، اختار شركه تنسيق حدائق واختار تنسيق حدائق، ده كارثه برضه، ده غلط. تمام. هو دلوقتي ضيع ميزانيه. لو جيت في المستقبل بقى صاحب الموقع ده سامحنا، احنا بس بندي مثال يعني، فانت ممكن تستفيد من المعلومه يعني. تمام. جيت في المستقبل لقيت تنسيق حدائق. تمام. فانت فعليا ممكن ما تعملش كده. ممكن تعمل استراتيجي انا بشتغل بيها، كنت افتكست اسمها، بسميها شورت تيل ان لونج تيل استراتيجي. مش هتلاقوا الاسم ده موجود لان انا مفتكسه يعني عامه يعني، بس باختصار شديد انت عندك ايه، عندك كلمه لونج تيل. تمام. الكلمه دي ممكن تحشر جواها كذا شورت تيل ويكون فيهم نفس المضمون. اديكم مثال بسيط نطبقه مع بعض دلوقتي. تمام. عندنا انا عاوز ارانك في كلمه تنسيق حدائق، فاللي هيحصل باختصار شديد ايه، ان انا هختار مثلا شركه تنسيق حدائق فيلل. يعني شوف اللي حصل ايه، اللي حصل دلوقتي ان انا مسكت كلمه تنسيق حدائق، مسكت كلمه شركه تنسيق حدائق، مسكت كلمه تنسيق حدائق فيلل. انا دمجت 4 فوكس كيورد بكيورد واحده. ده الصح، ان انت تجمع الكيوردز بتاعتك في مكان واحد، ما تمسكش كل كيورد وتكتب بيها حاجه مختلفه. تمام. عندنا بعد كده موضوع اهمال السير بقى. دي بقى مهمه جدا 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 فوق ما تتخيل. تمام. طالما طلعت بالبلان الصح، طالما عالجت مشكله التوبيكال اثورتي، وانا اتمنى بجد يعني احنا دلوقتي في ناس دلوقتي 23 حاضرين دلوقتي، وفي ناس بتسمع على اليوتيوب بيبقى 1000 او 2000 او ايا كان العدد. قدر الامكان لو انت تعرف واحد فيده وقول المعلومه دي. تمام. المعلومه دي منتشره والله في كل حته، وللاسف الناس كلها بتاخد من بعض كوبي بيست او بيتعلم من مصدر واحد وبيروح بينقل المعلومه. تمام. بس انت لما تلاقي حد بيتكلم او بينصح حد بيقول له اعمل توبيكال اثورتي، الشخص ده هيروح يعمل سيرش على التوبيكال اثورتي والله العظيم هيفهمها غلط. تمام. التوبيكال اثورتي مش ان انت تاخد الكلمات كلها تغطيها، ده غلط، ده غلط 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 فادح جدا، هيوقعك. تمام. هتطلع النهارده هتقع السنه الجايه السنه اللي بعدها ايا كان. تمام. فهمه التوبيكال اثورتي او ابعت له الفيديو او انت لخصه له. التوبيكال اثورتي ان انت بتغطي التوبكس بس مش بتدمجهم مع بعض. ما ينفعش ان انت بتلف حوالين توبك ضيقه. ما ينفعش تكتب لي مقال عن تنسيق حدائق وعن مقال عن شركه تنسيق حدائق ومقال عن تنسيق حدائق متصور. انت كده بتهزر، ده مش توبيكال اثورتي، ده مؤاخذه في الكلمه، ده اسمه عك. تمام. ده هيوقعك. تمام. فانت لازم تعرف الصح. تمام. ودلوقتي انت لما تشرح لحد التوبيكال اثورتي غلط ليه، او مش غلط عشان برضه ما نقولش ان هي غلط، تطبيقها غلط ليه، وانها واخده شو اكتر من اللازم ليه، واغلب الناس اللي بيشتغلوا بالتوبيكال اثورتي بيقعوا على فكره برضو اقول لكم الكبير كمان، الناس اللي بيشتغلوا بالاستراتيجي بتاعت بيلر اند كلاستر. يعني انا والله لولا ان الواحد مش بيتفرغ ان هو يكتب رساله عريضه طويله يشرح فيها، بيحاول يتواجد قدر الامكان، لان الاستراتيجي دي عامله زي التوبيكال اثورتي وهي كذلك كارثه. اذا اسات استغلالها بنفس الاسلوب اللي انا بتكلم فيه من شويه، بدات تلم حاجات قريبين من بعض والكلام ده كله، فانت هتوقع على نفسك.
تمام. الاستراتيجي دي كذلك برضو كل الناس شرحها غلط، تمام. فانت لازم تفهم انت الحاجه دي هتعملها ازاي وهتعملها امتى وهتعمل الكلام ده كله ازاي، تمام. عندنا بعد كده لما تيجي تشتغل في البيلر وكلاستر، بما اننا بقى دخلنا فيها وفاضل في الميتنج 4 دقايق، معلش مش هنلحق نجاوب على الحاجات اللي هنا، فلو في حاجه كده ممكن نبعتها في الجروب. آه، طب هتحل مشكله البيلر والكلاستر ازاي؟ على فكره البيلر والكلاستر جات لي وانا بكلمكم اصلا، الحاجات دي بعملها في السريع، تمام. فاللي حصل هنا باختصار شديد ايه، انت مثلا عاوز تشتغل على الكلمه الاساسيه اللي هي تنسيق حدائق، تمام. دي البيلر الاساسيه، تمام. بدات تجمع منها كلاستر بقى كلمات كتير تانية، تمام. اذا جمعت الكلاسترز دي بناء على نفس المبدا اللي انا بكلمك بيه من شويه، بتروح لامم لي بقى لوكشه كلمات كده من السيرش وتكتب عنهم، وانت كده انت كده عظمه بتعمل بيلر وكلاستر وانت كده بتعك برضه، تمام. مفيش الكلام ده، تمام. قدر الامكان تخلي شغلك بعيد عن بعضه، تخلي شغلك مش بيلف حوالين نفس الزون، عشان بجد البيلر والكلاستر والتوبيكال اثوريتي دول ضررهم اكتر من نفعهم اذا انت اسأت استغلالهم، تمام. وانا متاكد يعني ان دلوقتي الاغلب اللي بيحضروا دلوقتي ممكن يراجعوا، يعني حرفيا روح راجع كل شغلك بجد يعني، تمام. عندنا بعد كده موضوع اعاده الصياغه، طبعا احنا شرحناها قدام بس ايه انا حاططها هنا في السياق يعني. مفيش حاجه اسمها اعاده صياغه، ليه اعاده صياغه؟ كل وورد من دول واخده وورد اي دي، كل كلمه من دول متسجله، الدوكيومنت ده ليه فينجر برنت، فانت بتعيد صياغه يعني عشان نتكلم واقعيين. اعاده الصياغه عباره عن ايه؟ عباره عن ان انت جيت الفقره دي قعدت صياغتها بنفس المضمون بنفس المحتوى، ده اعاده الصياغه. فاللي حصل ان انت كل الوردز اللي موجوده هنا والدوكيمنت ده بيشيروا نفس المحتوى، فانت محتواك ما اضافش قيمه، فمحتواك بالبلدي ملوش لازمه، تمام. فده لازم ما تشتغلش عاده الصياغه، جمع المعلومات من مئات المصادر، مش هقول لك مصدر واحد. لو انت بالفعل في مجال وعاوز شغل محترم جمع مصادر كتير. والله العظيم انا وصلت لمرحله ان انا كنت بشتغل في مجالات كنت ببعت للكاتب 10 او 20 مصدر يشتغل منهم، تمام. صح كان بيتحاسب اضعاف الكتاب التانيين، لان ده انا عارف ان هو بيبذل مجهود، وانا بخليه يبذل مجهود لان انا عاوز حاجه بكواليتي اعلى لمجال محدود. على فكره الاستراتيجي دي انا بستعملها مع المجالات المحدوده، مثلا مجال مايكرو نيتش في اخره مثلا هيكون 50 مقال مثلا، مثال عشوائي يعني، تمام. بعمل الطريقه دي، بكلم الكاتب دلوقتي احنا حسبنا كذا كذا، انا هحتاج منك شغل، انا عارف ان المقال ال1000 كلمه بدل ما هو بياخد منك ايا كان في الوقت ممكن المقال الواحد 1000 كلمه ياخد منك يومين ثلاثه، انا يا عم متراضي، انا هحاسبك وكانك كتبت لي 10 مقالات، بس اهم حاجه تعملوا لي بالجوده اللي انا منتظرها منك. ليه كده؟ تمام. رقم واحد انت ما تستخسرش حاجه في الكاتب، لان الكاتب ده طالما هو عمله لك بالشكل ده، فانت فعليا لو خليته يكتب بالثلاث ايام وحسبته بسعره الاقل، اللي هيحصل باختصار شديد ان الثلاث او اربع مقالات اللي كتبهم فعليا هم ملوش لازمه، زي المقال بتاع شركه تنسيق حدائق ومقال تنسيق حدائق. فانت كان ممكن تحاسبه على المقالين دول بسعر اعلى وتخليه يبذل مجهود اكتر وتطوله فيه وتديله مقابل اعلى مقابل الحاجه الصح، فاهمني. الحاجه اللي بعد كده الموضوع الاي اي، عشان ده طبعا شرحناها. واخيرا موضوع التفرع، لما تيجي تتفرع في المجال بتاعك اعمل تفرع مدروس، تمام. بمعنى ما تشطحش زي ما بيقولوا بالبلدي كده عن تنسيق الحدائق لمجال تاني خالص، تصميم حاجه تانية خالص، لا خليك في نفس الواي عشان ما تفتحش منك يعني. فاحنا انتهينا، فاضل دقيقتين، فانا ممكن ايه احاول ارد بقى على الحاجات دي كلها قبل ايه قبل ما نقفل يعني. المفروض السكرين عندنا دي كله برزنتيشن. لو فرغت الكلام اللي موجود على اليوتيوب وعيد صياغته نفس الحوار. لو سمعت الفيديو بتاع خوارزميات عمل اليوتيوب السابقه كنت هقول لك ان اليوتيوب بيسجل كل حرف، يعني دلوقتي انا بشرح لكم حاجه دلوقتي، اليوتيوب بياخد كل حرف انا بسجله لما انا ارفع الفيديو على اليوتيوب وبيبدا يسجله ويشوفه، تمام. فان انت تاخد محتوى من اليوتيوب ده مش حوار، مش حاجه نافعه برضه، تمام. اكتشف محتوى بالاي طبعا دي جاوبنا عليها في السياق. لو موقع طلعنا من موقع تاني بس المحتوى فقد اختلاف سين ولا موقع تاني ولا عمل مصر ولا ترافيك حلو والحل، الموقع هيقع، لو طلع لازم هيقع، تمام. ولو ما وقعش السنه دي هيقع السنه الجايه، هيجي له وقت ويقع، لازم المحتوى يتعاد بشكل كويس، تمام. ممكن توصل الاستشاره في حاجه في موقع، احنا كده كده موجودين في جروب ادفانسد اس يعني بصراحه مش انا بس اللي موجود، يعني الشباب كلهم ما شاء الله مش بيأثروا في حاجه يعني بالكامل، فموجود انا في كل حاجه يعني سواء على الموقع او على البرايفت او على الجروب، يعني بحاول بقدر استطاعتي يعني باذن الله. فاحنا انتهينا كده، فلو حد عنده اي حاجه نعملها، هو كده كده الميتنج اصلا 30 ثانيه وهيقفل تقريبا. هو خلص، المهم يعني نلقاكم الجمعه القادمه يعني باذن الله في موضوع اخر يعني باذن الله. يلا السلام عليكم. الشكر لله بالتوفيق.